عرفنا يعني ايه تري ومكوناتها الأساسية في الفيديو اللي فات. النهارده هنتكلم عن نوع بنستخدمه في البرمجة كتير جدا واسمه الباينري تري. دي شجرة كل نود فيها لازم يكون ليه فرعين بالكتير، واحد على الشمال واسمه الليفت تشايلد، واحد على اليمين واسمه الرايت تشايلد. يعني كل نود ممكن يبقى ليها 0 or 1 or 2 children's maximum. الباينري تري نفسها ليها انواع زي الفول باينري تري، كل نود فيها يا اما ليها فرعين يا اما ملهاش فروع خالص، وكل الليفلز او المستويات مليانة على اخرها، يعني مفيش ليفل ولا نود ناقصه، وكل الليف نود في نفس المستوى. بيسموها برضو بيرفكت تري او بيرفكت باينري تري. الكومبليت باينري تري دي كل مستوياتها مليانه للاخر ما عدا الليفل الاخير. ممكن يكون ناقص من ناحيه اليمين، لكن لو في اي نقص ناحيه الشمال وبعديه على اليمين في اي نودز ساعتها تبقى نون كومبليت باينري تري. خلينا ناخد مثال عملي. الشكل اللي قدامك ده فول باينري تري او بيرفكت باينري تري، ما فيهوش اي حاجه ناقصه خالص، لكن الشكل ده كومبليت لان صحيح في نودز ناقصه ولكنها على اليمين. الشكل ده بقى نون كومبليت لان في ميسنج. الميسنج ده مش في اخر مستوى، صحيح هو على اليمين خالص ولكنه مش في اخر مستوى. ده بقى برضه يعتبر نون كومبليت لانه في نودز ناقصه في اخر مستوى ولكنه مش على اليمين خالص. يعني في نودز تاني